أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مرحب في درس جديد من دروس تعليم الخط العربي، والنهاردة إن شاء الله موعدنا مع خط الرقعة، وهندي نكتب جملة بسيطة كده: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وزي ما قلت في الفيديوهات اللي قبل كده إن خط الرقعة من أسهل الخطوط وأيسرهم، لأن خط الرقعة هو كل اللي فيه متكون من خمس نقط اللي حوالي قدامكم دولت، اللي هو الألف والدال والتلات نقط والنقطتين والنقطة. طب ازاي؟ هنقول زي مثلا الواو هي عبارة عن نقطة، تمام، ونص الدال اللي هو الجزء دوت زائد النقطتين، أو هي كملة الدال. يعني أنا لو كملت هنا كده بالمنظر ده ممكن تبقى واو، بس احنا عشان نكتبها مع بعضها الميل ده ما بيبقاش حاد قوي كده زي الدال، بيبقى ما يعني عادل شوية. تمام، هننفذ دوت عملي قدامكم. يعني مثلا زي ما قلنا الواو ادي نقطة، بكتب النقطة بتاعتي كده وبلف حواليها وبنزل بالراس بتاعت الواو. طب اكمل ازاي؟ اكمل ممكن ابني انا هنا كده مثلث بالمنظر ده كده اهو، وممكن اجيبها بشطف القلم بالمنظر ده. تمام. طب الت والواو بجيب الدال، حرف الدال اهو، الواو بتاعتي بالمنظر ده. طيب الكاف شايفين 3 نقط بس بعكسهم اه، واجيب النقطتين واجيب الالف وبنزل بالكاسة بتاعتي اللي هي ال3 نقط برضك مقلوبين. ادي الكاف. طيب على هي الدال بس مقلوبة، يعني الدال عندي كده، لا انا هقلبها كده. تمام، وبجيب النقطتين اهم في نقطتين كمان عشان تديني هنا ايه، فرق نقطة. وبجيب الألف بتاعتي بنزلها في شطف قلم في نقطة، في ال3 نقط كبار. توكل على الله. طبعا سهلة، أنا بجيب الألف بتاعتي أهي، وألف تاني في نقطتين، في ألف تاني في نقطتين، في ال3 نقط صغننين خالص اهو، ال3 نقط هنا. نجيب ال3 نقط كده، بكتب كلمة الله، كلمة وكفى. كلمة وكفى ادي الواو، قلت احط نقطة وبلف حواليها وبنزل بالرقبة، والنقطتين بتوعي اهم، بس بشطف بزود حتة شطف مثلث في الاخر، يعني بعد ما بعمل النقطتين كده بزود مثلث هنا كده. تمام، ادي الكاف اللي هي الالف. تمام. طب الفه ازاي؟ في انا بجيب ال3 نقط بتوعي اللي هما بعد الكاف دي، وادي لو عملت ال3 نقط دول كده اهو، جبت الفاء. صح ولا انا غلطان؟ يعني الفاء عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي في ال3 نقط دول اهم، 3 نقط بجيبهم هنا وباخد من هنا كده، عملت الفاء بتاعتي. الياء احنا قلنا ادي نقطتين في ال3 نقط كبار بقى، هنا يكون كده فرق نقطتين. ماشي. بالله شرحناها. كلمة وكيل الواو نقطتين اهو، الكاف شرحينها برضك ألف زائد نقطتين في نقطتين. تمام. الياء دي نقطتين، وامشي هنا مسافة نقطة ونص، واروح واخد النقطة التانية برضه النقطتين التانيين اهمت، واروح نازل بالألف
اللام ألف بقى بتيجي ازاي؟ التلات نقط بتوعي اهم بس مكسورين، وبنزل كمان شطف كمان هنا كده، وهنا بروح بعمل الجزئية بتاعتي اللي هنا. لما اجي اجيبها كلها على بعضها، طبعا هنا انا بشرح لك بطريقة انك انت ايه تقدر توصل للشكل بأبسط طريقة. طبعا اعمله كله على بعضه اهو. والألف هنا نقطتين، الطول بتاعها يبقى نقطتين، ويبقى بعيد عن دي نقطتين، يعني المسافة بين هنا وهنا نقطتين، وطول الألف كله نقطتين. أتمنى من الله ورسوله إن أنا يكون ربنا وفقني وقدرت إن أنا أشرح لكم ولو جزء صغير وحاجات بسيطة كده، وأتمنى إنكم تتابعوني وتشتركوا في القناة، واللهم يجعل هذا العمل في ميزان والدي وميزان عم عسوي وميزان كل أمواتنا المسلمين، آمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.